ايه رأيك لو اقولك انك ممكن تتكلم انجليزي بجمل بسيطة جدا من غير ما تحفظ آلاف القواعد ولا الكلمات ولا الكلام ده كله؟ النهاردة انا مجمع لك اهم 25 جملة بس. لو فهمتهم هتعرف تتعامل مع اغلب المواقف اليومية اللي بتقابلك. والاهم في ده كله ان اخر 5 جمل هينقلوك نقلة تانية خالص. حبايب قلبي الغاليين، وحشتوني جدا. النهاردة انا عامل لك فيديو هيوفر عليك تعب شهور وسنين. فعايزك كده تركز معايا وتسمي الله وتصلي على رسول الله ويلا بينا. أول 5 جمل معانا وهم عن التعارف. أول جملة وهي جملة how are you. how are you how are you how are you يعني إيه؟ يعني كيف حالك، أو بالمعنى العامي يعني إزيك. how are you how are you how are you. يعني مثلا لو حد قال لك how are you هترد تقول له إيه؟ تقول I am fine thanks. تاني جملة معانا وهي what's your name. what's your name what's your name what's your name يعني اسمك إيه. وعشان ترد على السؤال ده هتقول my name is، وتقول اسمك بقى my name is، وتقول اسمك. تالت جملة معانا في التعارف وهي nice to meet you nice to meet you nice to meet you يعني ايه؟ يعني انا اتشرفت اني قابلتك. رابع جملة معانا وهي جملة where are you from. where are you from اللي هي where are you from. لا، عايزك بقى تنطقها لازقة ببعضها. where are you from where are you from where are you from where are you from معناها انت منين. طب عشان ارد هقول ايه؟ هتقول I am from كذا. I am from Egypt. I am from Egypt. بس. خامس جملة معانا وهي what do you do what do you do what do you do يعني انت بتعمل ايه او انت شغال في ايه. مثلا هترد وتقول I am a student I am a student يعني انا طالب. وكده نكون خلصنا اول 5 جمل عن التعارف. كده انت لو حفظت الجمل دي كده انت تعرف تبدأ محادثة مع اي حد انت متعرفوش. ندخل على ال5 جمل بعد كده اللي هم عن الفهم والتواصل. اول جملة معانا في الفهم والتواصل هي I don't understand. I don't understand. ما بتقولش I don't understand، ما بتنطقش التي، بتقول I don't understand I don't understand I don't understand يعني انا مش فاهم. مثلا عندك مثال اهو sorry I don't understand يعني مع آسف أنا مش فاهم. تاني جملة معانا وهي جملة can you repeat that can you repeat that يعني ممكن تكرر دي معلش. يعني ممكن تعيد أو ممكن تكرر ده. يعني مثلا مدرس بيشرح مثلا حاجة وعايزه مثلا يكرر أو يعيد حتة معينة أنت مش فاهمها، تقول can you repeat that. يعني مثلا أهي can you repeat that please. الجملة اللي بعد كده اللي هي speak slowly please. يعني مثلا مدرس بيشرح بسرعة فأنت عايزه يتكلم ببطء، تقول له speak slowly please speak slowly please. عندك الجملة اللي بعد كده واللي هي what do you mean what do you mean يعني انت تقصد ايه. برضو مثلا هو لو بيشرح حتة مثلا انت مش فاهمها فهتقول له what do you mean يعني انت قصدك ايه. عندك الجملة اللي بعد كده I agree I agree I agree يعني ايه. يعني ايه يعني انا موافق. مثلا انت في اجتماع ولا حاجة وحد قال فكرة فانت موافق على الفكرة تقول I agree I agree. طب لو انت مش موافق هتقول I disagree I disagree يعني انا مش موافق. أو عندك مثال اهو بيقول لك I agree with you I agree with you يعني انا متفق معك. ندخل على ال5 جمل بعد كده اللي احنا بنستخدمهم في الحياة اليومية. أول جملة معانا وهي جملة هي I am ready I am ready يعني أنا جاهز أنا جاهز. يعني عندك جملة I am ready let's go يعني أنا جاهز يلا بينا. أهي الجملة اللي بعد كده اللي هي let's go يعني يلا بينا. عندك جملة let's go now. عندك الجملة اللي بعد كده اللي هي wait a second wait a second يعني استنى لحظة. مثلا حد زميلك وانتوا رايحين درس مثلا ولا حاجة فبينده عليك يقول لك يلا، فانت قلت له استنى بس لحظة. هي استنى بس لحظة دي اللي هي wait a second. عندك الجملة اللي بعد كده اللي هي I will call you I will call you يعني ايه. يعني انا هكلمك يعني انا هكلمك. عندك مثال اهو I will call you later I will call you later. انا عايز اقول لك حاجة كده في نطق الكلمات. دايما اخر حرف في الجمل مش عايزك تنطقه. هما كده عندهم في الانجليزي يعني مثلا عندك I will call you later later. ما بقولش later قول later later later. ما بتحسش ان انا قلت الار. I will call you I will call you later. برضو عادي لو انت قلت حرف الار صح، بس انا بقول لك يعني الاحسن ما تنطقش. عندك الجمله اللي بعد كده اللي هي see you later see you later يعني اشوفك قريب. عندك بقى ال5 جمل اللي بعد كده اللي هي عن التفكير والردود.
يعني مثلا انت بتفكر في حاجة او بترد على حاجة، فالخمس جمل دول هينفعوك برضه ان شاء الله. اول جملة معانا وهي I think so، يعني انا اعتقد ذلك. طب لو انت مثلا شاكك او مش عارف، يبقى هتقول I don't think so. I don't think so، يعني انا لا اعتقد ذلك. is he here، هل هو هنا؟ هتقول I don't think so، انا لا اعتقد ذلك. عندك الجملة اللي بعد كده that is right، that is right، يعني صح كده. معانا بقى الجملة اللي بعد كده اللي هي no problem no problem no problem، يعني مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. عندك مثال thanks، واحد بيقول لك شكرا، انت هتقول له مفيش مشكلة no problem. عندك الجملة بقى العشرين هي of course of course، يعني بالطبع أو طبعا، بالطبع أو طبعا. أنا عندك مثلا جملة اهي بيقول لك can you help me، هل ممكن تساعدني؟ تقول of course، طبعا أساعدك عادي. ندخل بقى على آخر خمس جمل، ودول أهم خمس جمل هنحتاجهم كتير. أول جملة معانا وهي كلمة I need help I need help I need help، يعني أنا محتاج مساعدة. تاني جملة I got it I got it I got it I got it I got it، يعني إيه؟ يعني أنا فهمت، بتساوي I understand I understand، هو نفس المعنى. I got it I got it I got it. يعني مثلا عندك جملة اهي I got it thanks، يعني أنا فهمت ذلك، أنا فهمتها خلاص شكرا. عندك الجملة اللي بعد كده اللي هي don't worry don't worry don't worry، يعني ما تقلقش، لا تقلق، don't worry. عندك الجملة اللي بعد كده اللي هي it is okay، ما بنقولهاش كده it's okay it's okay it's okay، يعني عادي أو تمام أو مية مية بالعامية يعني. it's okay، مثلا واحد بيقول لك مثلا على حاجة تقول له تمام it's okay. آخر جملة معانا وهي جملة I am busy I am busy، يعني إيه؟ يعني أنا مشغول، أنا مشغول. مثلا واحد بيكلمك مثلا ولا حاجة تقول I am busy now، سيبني دلوقتي أنا مشغول. وبس كده تكون خلصنا أهم 25 جملة. طبعا احنا مكملين في السلسلة دي إن شاء الله، هنشرح قلنا في الجمل 4000 ونص، 4000 ونص جملة. فعايزك بقى تجمد كده، دول أول 25 جملة. أنا مرضتش برضه أتقل عليك، كنت ممكن أديك 50 جملة أو 60 جملة، بس قلت نبدأ الأول ب25 جملة. بس أهم حاجة أنا مش عايزك تقعد تسمع بس وخلاص، أنا عايزك تقعد تردد بلسانك، وعايزك مثلا تستخدم كل يوم 5 جمل. 5 جمل دول مثلا تستخدمهم بقى لو عندك أخ أو أخت تتكلم معاه، يعني مثلا في محادثة، اللي هو التعارف اللي احنا خدناه في الأول، واتس يور نيم والكلام ده كله، وتردوا على بعض. ده طبعا هيزود حفظك للجمل وفهمك ليها. ولو عندك أي سؤال سيبه في كومنت وأنا هرد عليك في أسرع وقت. وبس كده، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان توصل لك الفيديوهات أول بأول. والفيديو الجاي هنبدأ بقى ندخل في شرح القواعد إن شاء الله. هنشرح القاعدة الجاية هتبقى المضارع البسيط بريزنت سيمبل، وربنا بقى يسهل كده الدنيا. وبس أشوفكم بقى على خير في الفيديو الجاي، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.